جاي اقولك ازاي انا قدرت اطور نفسي من غسيل المواعين. ازاي؟ ان انا لقيت نفسي بقف كتير جدا في المطبخ، بغسل مواعين، بقعد وقت كتير جدا، اغسل بوتاجاز، اطبخ، اغسل مواعين، انضف الشباك، الشفاط، الرخامه. لقيتني باخد وقت كتير قوي، يعني ممكن اقعد ساعتين انضف واطبخ. الطبيخ طبعا لوحده بياخد وقت. فقلت طب انا ليه مثلا ايه بدل الوقت الطويل اللي انا بقضيه في المطبخ ده، انا ليه ما اقعدش اسلي نفسي بحاجه تنفعني يعني. فبقيت اشغل جنب اليوتيوب، فابتديت اجيب ايه، يعني الاول كنت بسمع حاجات عاديه، برامج عاديه، مسلسلات، حاجات عاديه. فقلت لا انا ايه، يعني محتاجه بقى ان انا ايه، حد يحفزني، عشان انا ايه، كان في حاجات كتير قوي عايزه اعملها. بس انا عماله ايه، يعني اجل اجل اجل. فقلت لا انا ايه، هسمع بفيديوهات تحفيزيه تحفزني. ابتديت اجيب بقى الشباب اللي هم عاملين قنوات يوتيوب تحفيزيه، بيتكلموا عن الفيديوهات التحفيزيه ازاي، بملخصات الكتب اللي هي العادات الذريه والحاجات دي. دي كلها برضو حاجات بتسمعيها وانت اثناء غسيلك للمواعين. ابتديت يا جماعه والله في خلال سنتين اتنين انا بدلت، بقيت بني ادمه تانية. لدرجة ان انا في شغلي بقيت بطور نفسي، لدرجة ان انا الحمد لله بقى يجيلي دخل زيادة على شغلي من خلال الكورسات اللي انا بقيت باخدها، نتيجة الفيديوهات التحفيزية اللي انا بقيت بحفز نفسي بيها. ان انا ازاي ما اضيعش وقتي، ان انا ازاي استغل كل لحظة في حياتي، ان انا اطور من نفسي ومن مهاراتي. لو انا طالبة، لو انا مدرسة، لو انا دكتورة، لو انا بشتغل في اي وظيفة، مش لازم ان انا ما اطورش نفسي، لازم اطور نفسي. لان دلوقتي احنا في عصر التكنولوجيا وعصر السرعة وعصر كل حاجة، فانت محتاجة تطوري نفسك عشان ما تقفيش محلك سر. ده بالنسبة للشغل. ابتديت بقى اخد كورسات لغة، وابتديت ان انا اتطور واتعلم طرق جديدة وتكنولوجيا جديدة. ده ايه خلاني زودت دخلي. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للتطوير في شغلي. العلاقات الاجتماعية برضو ان انا ما كنتش فيها افضل حاجة. ابتديت بقى خلاص، انا اتحفزت بقى وسمعت برامج بقى كتير تحفيزية، فخلاص ابتديت اشتغل على ارض الواقع. ده بالنسبة للشغل. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمني واتغيرت فعلا. وخلاص بقيت حافظة بقى الحاجات بقى، بطل تسويف وبطل تكاسل وحط نفسك في ورطة بقيت اسمع الفيديوهات دي كلها، والحمد لله رب العالمين فعلا اتطورت، وحاجات كتير كنت مأجلاها وعملتها. بالنسبة للدين بقى، قلت خلاص انا حفظت، انا عملت بقى فيديوهات تحفيزية في الشغل، اعمل بقى ايه، اسمع برامج دينية، خطب، مشايخ. طبعا يا جماعة مش عايزة اقول لكم ان طفرة في حياتي. انا كان مثلا بقالي سنين مأجلة، كل شوية اقول هحفظ القرآن هحفظ القرآن، اقعد شويه احفظ جزء وبتاع واكسل احفظ واكسل. البرامج دي يعني بقيت اسمع في فيديو للشيخ محمود المصري، ازاي انه حافظ القران في 6 شهور. طبعا انا مش هحفظه في 6 شهور يعني، بس انا ده حفزني قوي قوي ان انا ازاي ان انا احفظ القران. والحمد لله بدات بقى، انا كنت عماله ايه، اسوف اسوف، الحمد لله بدات حفظت جزء كويس، ولسه الحمد لله بكمل. يا رب يعيني ان شاء الله ويقويني. وتعلمت التجويد، اللهم لك الحمد. وبقيت بعرف المشايخ القراء، وبقيت بعرف القارئ اللي بيقرا غلط واللي بيقرا صح. ده كله من انا ما كنتش عارفه، بقيت الحمد لله عارفه، يعني الحمد لله رب العالمين. كل ده من سمعاني الفيديوهات التحفيزيه اللي انا بقولك عليها، والفيديوهات الدينيه. كل مره بقى انا بخش في مجال معين، بسمع بقى فيديوهات في مجال معين. الاول كنت قعدت سنه مثلا اسمع فيديوهات تحفيزيه، بعد كده السنه دي بسمع فيديوهات دينيه. اتعلمت بقى ان الاستغفار، الصلاة على النبي ازاي بتحل المشاكل، ازاي الاستغفار بيزود الرزق. اتعلمت ان انا الدعاء، ان انا دايما يعني ما اسيبش الدعاء، اللهم لك الحمد والشكر. قلت ان انا استفدت من التجربة دي، وعايزة الناس كلها يعني انقلها لها. ازاي ان انا ابقى ام كويسة، ولادي يشوفوني ان انا كويسة وبجتهد وبذاكر وبعملش حاجه غلط، هم ولادك اوريدي هيعملوا زيك. ما تكوني ام تافهه ماسكه طول النهار التليفون، قاعده طول النهار بتتفرجي على حاجات، هم هيعملوا زيك. لكن لو شافوكي وانتي كويسه هينشأوا يبقوا زيك، من غير ما تقعدي تقولي لهم حاجه. هم هيشوفوكي هيعملوا زي ما انتي بتعملي بالظبط. اولادنا مش زي ما احنا بنقول لهم، اولادنا زي ما احنا بنعمل قدامهم بيقلدونا، احنا قدوتهم في الحياه. ف الحمد لله انا يعني اتعلمت كتير جدا، استفدت كتير جدا من وقفة المطبخ، من الايربودز في وداني، الموبايل دايما على فيديوهات حماسية لأي حد بيشجعني ان انا اعمل حاجة كويسة بسمعه. ان انا اخس، ان انا انظم اكلي، ان انا اخش بقى ازاي اتعلم برضو دلوقتي برضو بقيت
كويسه جدا 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 ان انا اعرف الاكل الصحي الاكل مش صحي. يعني الحمد لله تغير في حاجات كتير، في حاجات كتير اللهم لك الحمد. طبعا مش طول الوقت بقى، انا مش قابله يعني نظره طول الوقت لا انا بني ادمه برضه عادي، ممكن انسان ينام يومين، يسقط اسبوع يسقط شهر، يغلط يعني برضه احنا مش طول الوقت. يعني ساعات بيجيلنا اوقات ان احنا بنبقى مش طايقين اي حاجه، مش طايقين نعمل اي حاجه، عايزين ننتخ. لكن ما يبقاش ده العاده بتاعنا، ما يبقاش ده العادي بتاعنا يا جماعه. ما يبقاش العادي بتاعنا ان احنا منتخين طول حياتنا لغايه ما نلاقي نفسنا رحنا لربنا سبحانه وتعالى من غير حاجه. فانت اعملي كل حاجه، ذكر، تسبيح، صلاه، شغلك على اكمل وجه، تربيه ولادك حاولي بقدر الامكان يعني تربيهم على تربيه صحيحه اسلاميه صحيحه. علاقتك مع اهلك، بر الوالدين، القرآن اللي انت بتقرأيه مش بس بتقرأيه علشان قراءة عادية، لا ده انت بتقرأي القرآن ده عشان تعملي بكل آية انت بتقرأيها. والله العظيم انا في آيات ازاي انا ان انا يعني وقفت عندها ما كنتش فاهماها، اجي اخش اجيب يعني تفسيرها، ازاي ان انا ما كنتش فاهمه الايات دي، ازاي ان انا ما كنتش عارفه الدين. القرآن فيه كل حاجة، في كل حاجة انت عايزة تتعلميها موجودة في القرآن الكريم. ف... فجميل جدا ان احنا نحفظ القرآن، جميل جدا ان احنا ما نضيعش وقتنا، جميل جدا ان انت تقفي في المطبخ تطبخي لولادك وتعملي لهم اكله بحب، في نفس الوقت بتعملي لاخرتك، واقفه تسمعي دينك وتسمعي خطبه، تسمعي شيخ، تسمعي قرآن كريم، تراجعي اللوح بتاعك، تراجعي الماضي بتاعك، تتعلمي تجويد. كل ده وانت بتغسلي المواعين. مش معنى ان انا واقفه اغسل المواعين في المواصلات. في المواصلات يا جماعه، المواصلات احنا بناخد وقت كتير جدا في المواصلات، ممكن نسمع فيها فيديوهات تحفيزيه تحفزنا ان احنا نغير من حياتنا او نسمع تجويد او كده. وربنا يجازينا خير جميعا يا رب العالمين، ويهدينا ويهدي لنا اولادنا، ويصلح حالكم وحال كل اللي بيسمعني يا رب العالمين. وكفى بي عزا ان اكون لك عبدا، وكفى بي فخرا ان تكون لي ربا انت كما احب، فاجعلني كما تحب يا الله. يا الله. يا الله.